السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. وزي ما انتم شايفين الاكل معانا مستوي جميل. الكفتة دي مستوية معايا من غير ولا نقطة مية ولا فرن كمان. تعالوا نشوف سوينا الاكل ده ازاي، وكان فطار خفيف وسهل وظريف ازاي. تعالوا نشوف عملناه ازاي. انا جبت الكفتة اللي كنت مصبعاها معاكم، اللي قلتلكم ان انا كورت حبة وصبعت حبة. اللي كورتهم طلعتهم وعملتهم جنب مكرونة يعني، فكل الناس بتعرف يعني تعمل الحاجات دي. انا بس بديكوا فكرة مش اكتر. انا عارفه ان كلكم ما شاء الله عليكم احسن مني كمان على راسي، بس انا بعمل كفكره فحبيت ان انا اوريها لكم. انا حطيت الكفته ورصيتها. الكفته كانت بس مجمده، لفيتها في الميكرويف، فكتها. وبعد كده رصيتها في الطاسه زي ما انتم شايفين من غير اي ماده دهنيه، وحطيتها فيها على طول. وزي ما انتم شايفين بتتشوح معايا. اول ما مسكت نفسها كده ببتدي ان انا ما بقلبش بمعلقه ولا باي حاجه، ببتدي ان انا اهز الطاسه كده معايا، وبعملها كده على طول. يعني سريعة سريعة كده ان هي تتشمع منها فيها. ما بحطلهاش اي مادة دهنية خالص 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 خالص، وهي اصلا بتنزل الدهون لوحدها. فمش محتاجة يعني ان انا اعمل يعني لنفسي ازمة يعني واحط لها حبة مية. انا بصراحة استكفتها ان هي كان سمكها كويس بالنسبة ليا، فحبيت ان انا اعملها كده على طول. وزي ما انتوا شايفين انا هنا جبت البانيه معايا، حطيت عليه لبن وحطيت عليه ليمون، واحط عليه زعتر، واحط عليه ملح وفلفل اسمر. مش هحط اكتر من كده. اللي هو الزعتر ده البري، اللي هو بيبقى لونه خشن شويه، ده انا بحب استعمله يعني في تتبيله الفراخ عامه او المشاوي بتبقى حلوه. وكان عندي هنا كام قطعه بانيه كده صغيرين، يعني مش كتير، يعني عشان الواحد برضو يبقى منوع في الاكل وفي نفس الوقت مش عامل اكل يهدره. وهنا حطيت زيت في الطاسه، وولعت طبعا على فحمه للكفته عشان احطها فيها. وزي ما انتوا شايفين قلبت بس الفراخ، هي لو كانت قعدت شويه كانت شربت من اللبن اللي انا حطيته. اللبن اتحط معايا بقشطته بكله، لو في زبادي طبعا بيبقى احلى، بس ده اللي كان متوفر عندي بقى لبن، فانا عملت منه. وزي ما انتوا شايفين كده ما فيهاش اي افتكاسات. الاكل النهارده خفيف وسهل وبسيط. طبعا انا مش هرمي كل الحاجات الجميله دي، انا هحطها كده بحيث البانيه يبقى شارب من التتبيله وطري ما يكشش معايا. دايما كلنا بنعمل البانيه بنشوحه، فالكميه بتاعته بتبقى قليله جدا. البانيه المتشوح ده ما مش بيرمي كتير، فدايما الطريقه دي بتكون حلوه وبترمي معاكي وبتبقى زي الفل. يعني اسقي كده بحبه لبن، حاجه كده شبه البيكاتا، بس طبعا دي مش بيكاتا خالص. وزي ما انتوا شايفين، او بكاتا يعني حسب ما انتوا بتقولوا بقى، يعني حسب ما انا بقول، ما اعرفش انا بقولها صح ولا غلط، ما علينا. وبعد كده اعمل جنبه طبق سلطه وهتتشرب. انا مش هغطيها خالص، انا هسيبها تتبخر كل الميه اللي فيها، اللي في البانيه يعني في الطاسه، هسيبها يتبخر كله مع بعضه اللي هو اللبن، هتستوي وهتبقى جميله. وايدي طبعا فيها بقلبها، وهتكون سهله وبسيطه وخفيفه معايا. ودي طريقتي في السلطه. تقطعوا السلطه بالطريقه اللي تريحكم والطريقه اللي تعجبكم. حابينها بالتوابل اللي انتوا تحبوها حطوا فيها. في ناس بتحط فيها بهارات، وناس بتحط فيها فلفل اسمر، وناس بتحط فيها توم، وناس يعني كذا حد بيحط فيها كذا حاجه. انا هقول لكم نعملها ازاي وتبقى زي بتاعه بره، زي بتاعه المشاوي بالظبط. الطماطم بقطعها طريقه عشوائي. انا بقطعها جوانح كده، وبعد كده بقطعها ايه مكعبات. وزي ما انتوا شايفين كده الجوانح بتاعتها عريضه، عشان خاطر اعرف اقطعها مكعبات زي ما انتوا شايفين كده. وانا بحب اقطعها حلق صغير. البصل بقطعه حلق يعني من الجنب كده. بقطع البصلايه يا نصين يا اربع تربع، وبقطعها من الجنب، ساعات بقطعها من فوق. البصلايه هنا كنت مقطعاها جوليان رفيع بالسكينه، برضو كله كان بالسكينه كده سريع سريع. الاكل كله مفهوش اي افتكاسه، مفهوش اي تعقيدات، هو بس كفكره للفطار مش اكتر. تقدروا تحمروا جنبه بطاطس، تقدروا تعملوا شيبسي في البيت، تقدروا تعملوا اي حاجه انتوا تحبوها. انا هنا حطيت بابريكا وعصر ليمون، وهحط كمان ملح، وهحط مش هحط حاجه تانية، ملح وكمون. ومعلش عشان بس بجمع لكم الفيديو، بس معلش بتكلم معاكم كأنكم قاعدين قدامي بالظبط.
لما بتلخبط بقولكوا اتلخبطت. لما حاجه بتبوظ مني انا مش بتكسف، ده بالعكس، ده حاجه ليا انا تشرفني ان انتوا بتتعلموا مني ان لما حاجه تبوظ منكم تتصرفوا فيها ازاي. بفرح جدا 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 لما حد بيقول لي على حاجه ويسالني عليها ويهتم ان انا مثلا عارفه الحاجه دي، مش قصه ان انا اشطر منه او قصه كده، قصه ان انا اقول معلومه. بس لو حاجه واحده بس هو بيفتكر. اصلا في ناس كتير بتكون ناسيه الحاجه اللي هي بتعملها، فبتعملها بتكون معاها جميلة وتطلع حلوة. فيا رب أكون عند حسن ظنكم، ولو مش مشتركين في القناة يا ريت تشرفوني باشتراكاتكم الجميلة. وزي ما انتم شايفين كده أنا هنا حطيت كمون وملح، وهحط عليهم الليمونة، وأحط حبة مية صغيرين، مية بقى ساقعة، مية بتلج، أي مية، المهم النتيجة. هي مش كده كده مش هتقعد ساقعة يعني على طول. أنا عامة مبحبش السلطة أدخلها التلاجة، إلا إذا لو أنا هدخلها التلاجة بقطع كل حاجة ورا بعضها، وبقطع الطماطمايه من تحت، وبقطع كل حاجة من فوقيها. بتكون سهلة وبسيطة، بس بتكون معلهاش ملح ولا عليها أي حاجة تانية. ما بحتاجها، وقت ما بحتاجها بطلعها بحط عليها كل حاجة. لكن ادام حطيت عليها التوابل بتاعتها والملح ما بحطهاش في التلاجة. وزي ما انتوا شايفين ده لون السلطة معانا، والكفتة معانا مستوية من غير ولا نقطة مية، بعد ما حطينا طبعا الفحمية وغطينا عليها. والبانيه كمان كان معانا حلو وسهل وبسيط وخفيف، وفي نفس الوقت مستوي كويس. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.